يا صباح الخير عليكم، النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد، وقبل أي حاجة كده بقى يلا شجعوني. النهارده الفيديو جامد جدًا، هتشوفوا معايا كده أجواء حلوة إن شاء الله الفيديو يعجبكم، وروتين جامد جدًا وشقلبة بقى بتاعة الشتا، وكل شوية باقول تعبت والله يعني كل شوية كنت لسه قايلة لكم الفيديو اللي فات اللي أنا خلّصت ترتيبات الشتا، طلع لي ترتيبات تانية يا جماعة. شوفوا بقى الست الصبح الشقيانة الأمهات بقى كلها الصبح، بُصّوا المنظر بقى بيبقى عامل إزاي بعد ما بينزلوا بقى ولادنا على الحضانة واللي بيروح المدرسة، ده كده شكل الأوضة بعد ما هُم نزلوا. بُصّوا بقى دربكة بقى وهدوم يمين وهدوم شمال، والله قُلت أبدأ معاكم كده الفيديو من أوله وأورّيكم بقى إيه الأمهات التعبانة بجد كلنا بنتعب، بس الحمد لله كده ربنا بيقوينا. والنهارده بقى إيه هابدأ بقى إيه نزّلتهم الحمد لله بالسلامة، وقُلت بقى أبدأ يومي كده إيه من بدري كده وأفتح وأهوّي بقى الأوَض، وأفتح كمان كده الصالة وأشوف بقى إيه اللي ورايا، والأوَض بقى عايزة تترتب زي أي أم يعني الصبح بدري. بس النهارده بقى اليوم كان معايا زحمة بزيادة، لإن في ترتيبات كده هاعملها معاكم في الفيديو. حبيت كده باقول لكم بقى بينا غسيل منشور وغسيل هنلِّمين بقى اللي بيقاسي في الغسيل، كلنا طبعًا بنقاسي في الغسيل كده، بيبقى في غسيل عايز يتطبّق، وغسيل عايز يتلَم، وغسيل عايز يتنشر، وغسيل في الغسالة. شوفوا بقى والله العظيم بجد أنا الغسيل ده والله بجد الغسيل ده خلاص، الواحد خلاص مش قادر. هنا بقى كنت شاوية بقى إيه، غاسلة كده بطاطا ونقعاها، قُلت كده أحطها بقى كده الصبح كده وتدفّي كده المطبخ بتاعي، أكون عقبال ما هي بقى إيه تكون اتشوت، قُلت أكون أنا إيه خلّصت كده إيه اللي ورايا يعني. فنقول بقى بسم الله. وعايزة أقول لكم كمان بقى إن في ترتيبات زي ما قُلت لكم في أول فيديو، شايفين بقى الأوضة دي بتاعة بنتي. أوضة بنوتي بقى أنا هي لسه صغيرة، بس أنا عملنا لها أوضة بدري، بس أنا بقى إيه جيت كده إيه يعني اتغبيت كده وعملت عندي السفرة برّه كانت في الصالة، وكنت حاطاها أنا كانت السفرة عندي ليها أوضة لوحدها. فكنت حاطاها في أوضة لوحدها بقى طبعًا قبل ما إيه، وأنا لسه يعني عروسة بقى، قبل ما نجيب بيبي وكده. فلمّا خلّفت بقى ابني الكبير ياسين، جه كان ليه أوضة، هو كده كانت هي الأوضة دي هي كانت أوضته، بعد كده نقلت بقى إيه السفرة برّه عشان جات بنتي لمّا جِبت مصطفى ورفايدة ولادي الاتنين توأم على فكرة. آآ حبيت بقى أعمل أوضة لبنتي، أنا وجوزي يعني حبينا نعمل أوضة لبنتي، قررنا إن إحنا نطلّع السفرة دي بقى اللي أنتم شايفينها أهي، السفرة والبوفيه والنيش برّه. طبعًا السفرة دي بقى مغلّباني آخر غلبة، يعني كل شوية أشيلها هنا وأحطها هنا، وأنا اللي عملت في نفسي كده، وفي الآخر أرجّعها تاني في الصالة زي الأول. كنت الأول حاطاها تحت الشباك مع البوفيه والنيش، دلوقتي قُلت لأ أنا عايزة أحطها هنا جنب الحيطة، أجيبها هنا يعني زي ما باورّيكم كده، وأعمل بقى الأنتريه كده مع بعض. فيالّا هنشوف هنعمل إيه. أول حاجة بقى إن شاء الله كده قررت إن أنا أخرّج السفرة تاني وأرجّع سريرها تاني، كنت قافلة بقى السرير وقُلت هاحط السفرة جوّه، أنا زهقت منها بقى السفرة دي، هادخّلها جوّه في أوضة بنتي شوية طالما بنتي كده بتنام إيه، مع أخواتها لسه صغيّرة، الأوضة اللي أنتم شُفتوها. فقُلت أدخّلها كده شوية وارتاح بقى وأوسّع الreception خالص. جيت بقى بعدها بقى لي 4 شهور عاملة النظام دوّة، جيت بقى زهقت قُلت لأ، أنا حاسة إن الدنيا كده مش مستقرة وعايزة كمان بنتي تنام تتعوّد تنام في أوضتها لوحدها جوّه. هي مش لوحدها طبعًا هي لسه بتخاف يعني هي لسه صغيرة 4 سنين، بس قُلت مرّة أنام جنبها، مرّة هي تنام لوحدها، وكده أوضتها جنب أوضتي وإيه، وهتتعوّد. فقررت بقى إن أنا أخرّج السفرة تاني، شُفتوا أنا باعمل في نفسي إيه، كل شوية أشيل وأحط في العفش والله العظيم حاسة إن السفرة اتبهدلت معايا من كتر ما أنا باشيلها وباحطها، بس يعني الحمد لله هي شقتي الحمد لله واسعة، بس كل شوية أطلع بأفكار. أنتم عارفين بقى سِت البيت وهي قاعدة كده بتبقى زهقت، يعني ليل نهار في الشقة، وأنا كمان ما باشتغلش يعني. فاللي هو ليل نهار في الشقة، طب أطلّع ده، طب أعمل ده، طب أنا عايزة أجدد شوية، طب أنا عايزة أغيّر شوية، طب أنا عايزة الreception يوسع. بعد ما وسّعته إيه ده بقى فاضي من العفش خالص. أنا عايزة أقول لكم إن كمان عندي رُكنة أنا مستغنية عنها برضه شايلاها برّه الشقة خالص، برّه شقتي، يعني في البيت برضه بس برّه شقتي. يعني برضه دي عمّالة أقعد أفكّر لها، الرُكنة برضه اللي فيها يعني طلّعت كنبة، وفي جزء تاني في أوضة ولادي الصبيان، فاللي أنتم شُفتوه الكنبة الصغيّرة والكرسي لو أول الفيديو هيبان.
فطبعًا إيه، قُلت لأ خلاص بقى أنا كده هاستقر ومش هانقل تاني، يعني إن شاء الله يعني، إن شاء الله ما أجيش قبل رمضان وأقول عايزة أغيّر العفش تاني. ابني بيقول لي بقى ياسين هو اللي بيقعد يساعدني، يقول لي: "يا ماما بُصّي شوفي لِك bodyguard بقى، يعني أنتِ شوفي لِك bodyguard ينقل معاكِ العفش." وأختي تقعد بقى كل ما تيجي تفضل تقول لي: "أنتِ كل شوية تبدّلي في العفش." أقول لها: أعمل إيه يعني، أنا باحب التجديد وباشوف بقى يمكن المكان هنا ينفع، فأنتم قولوا لي رأيكم بقى في التعليقات، يعني أخلّي النظام كده والّا كمان أنا في مشكلة هتشوفوها دلوقتي في آخر الفيديو، حاسة إن يعني الأنتريه مش على بعضه، في كرسي كمان عامل لي أزمة شوية جنب السفرة، فأنتم قولوا لي رأيكم. وبعدين بُصّوا زي ما أنتم شايفين عفش تقيل جدًا، بُصّوا أنا وولادي بُصّوا عمّالين ننقل مع بعض ونشيل وهُم يا حبايبي بيساعدوني، فتعبنا، لأ تعبنا، يعني عايزة كده لايكات بقى حلوة كده في الفيديو ده، لإن الفيديو ده بجد تعبت أوي فيه في الreception، وكل شوية بقى هُم عمّالين يتنططوا معايا وعمّالين بقى يروحوا وييجوا. عايزة أقول لكم كمان اللي بالمّع بيه ده كان متبقي كده شوية جلانس كده في الإزازة، أعمل إيه بقى عشان يكفّي بقى كمية التلميع دي كلّها، أنا عندي كمية التلميع كلّها في الصالة. عايزة أقول لكم إن الروتين ده أنا مصوّرة لكم نُصّه، يعني أنا نُصّه قبليه بيوم، أنا عملت reception على يومين، النقل والترتيب، لإن كان عندي طبعًا مذاكرة ياسين ودروس، أنتم عارفين اليوم طبعًا، اليوم عايزين يوم تاني فوقه، فسِبت كل حاجة لمّا نقلت بقى السفرة من جوّه لبرّه ما قدرتش، فاستنيت طبعًا جوزي ييجي من الشغل بقى وكده ويرفعه معايا، فوقفت بقى. طبعًا أنا هنا في الفيديو مش كل ده عملته من غير تصوير، يعني نفّضت الشبابيك ولمّعت الreception كلّه ومسحت كمان الأرض، وكنت واقفة يترفع ورا الصبح بقى رص العفش يعني. فعشان بس إيه، ممكن تقولوا هي ولا مسحت ولا لمّعت، أُمّال إيه يعني الروتين؟ لأ يا والله أنا كنت عاملة كل ده. إن معلش بقى حصل شوية لخبطة كده في الموبايل، باقول لكم إن أنا والله كنت عاملة كل دوّة وقُلت بقى أصوّر معاكم كده برضه إيه الجزء الأخير بما إني ابتديت الصبح معاكم إيه تصوير، فخلّصت كده ومشّيت إيدي برضه تاني عشان برضه التراب، ولمّعت تاني برضه، وضبّطت الدنيا كده، لإن أنتِ أصلًا الواحد بيبقى ملمّع بالليل يصحى الصبح يلاقي تراب، ما تفهموش إزاي. آمم، فالحمد لله كده إيه، قدرت إن أنا أخلّص على طول و وعملتها على طول. هنا بقى كده الشكل إيه بتاع البوفيه كده برضه لمّعته. فمستنية بقى رأيكم في التعليقات، قولوا لي بقى كده الشكل كده كويس، الشكل النهائي كده للصالة والّا يعني باحب آرائكم برضه، وتقولوا لي برضه ممكن الكرسي ده أودّيه في حتّة تانية أو كده كويس. أنا مش عايزة يعني كان ممكن أخلّي السفرة مكان الكنبة اللي أنتم شُفتوها هناك كده في الرُكنة، مكان الرُكنة اللي هناك دي، بس أنا بصراحة عاملة يعني الجزء ده باحب أقعد أوي فيه، وباحب كمان أسجّل لكم الفيديوهات فيه، وباحب إن أنا يعني أصلّي فيه، فبارتاح أوي هناك في الcorner اللي هناك ده، بارتاح أوي مكان الكنبة اللي هي لوحدها هناك دي، بارتاح أوي فيها، وباقعد بقى كده أهدّي أعصابي بقى بعد يوم طويل، أعمل فنجان قهوة وأقعد شوية، يعني يعتبر خلوة بالنسبة لي، فهو علشان كده دي بس أزمتي اللي أنا مش عايزة أرجّع السفرة إيه هناك كده مع البوفيه والنيش. فبرضه قولوا لي حل بس من غير ما إيه، ما أستغنى عن الجزء اللي أنتم شايفينه ده، باقعد بقى أقرأ قرآن الصبح، باصلّي، أذكر الله، كده باقعد مع نفسي. المُعطِّر ده يا جماعة عايزة أقول لكم رخيص وحلو جدًا، الجولدن ده، طبعًا أنتم عارفينه ومن محل المنظفات، وجايبة كمان جِبت الشاشوبة دي نضيفة برضه، قُلت بما إني بقى هامسح، فقُلت برضه إيه أغيّرها، التانية كانت سليمة بس قُلت برضه إيه هاغيّرها عشان تبقى كده الدنيا إيه كلّها نضافة في نضافة كده ولمعان. طبعًا أنا على طول أصلًا يعني مسح وكل شوية حتى من غير تصوير طبعًا يعني، بس التصوير عايزة أقول لكم الروتينات صعبة جدًا، ولو لسه بتتفرّجي عليَّ ولسه ما حطيتيش اللايك أرجوكِ فضلًا يعني وليس أمرًا يعني تحطّي لي بقى اللايك. وكنت ملمّعة التُحَف دي كلّها بقى، أنا أكتر جزء بيتعبني عندي التلميع في الreception، وده كده بعد ما فرشت بقى إيه الجزء دوّة وخلّصته، هالمّع كمان بقى الأرش ده، الأرش ده برضه الله يسامحه بقى ابني والله يهديه، كسّر لي يعني بعد ما خلّصت أنا هاجيب المفارش، رايحة أجيب المفارش، طَب أنا هاحط المفارش في التُحَف إيه؟ يعني أنا عايزة أنزل بجد في يوم إن شاء الله نعمل كده فيديو سوا، أنزل في يوم أجيب بقى فازات، أجيب
شوية تُحَف كده. يعني أنا أصلًا الحاجات دي نُصّها من ساعة ما اتجوّزت، أنا بقى لي 11 سَنة متجوّزة. آآ يعني معظمها فعلًا من ساعة ما أنا اتجوّزت، ما عدا بقى حاجات بسيطة. يعني الأهرامات دي كنت نازلة الحسين وجِبتها. باحب أوي أحُط الحاجات دي، يعني باحب الحاجات التاريخية كده، باحب التُحَف، بس يعني تكون تُحَف شكلها إيه، هادي. ما باحبش الفازات اللي هي كبيرة وورد كتير، البلاستيك ده ما باحبوش خالص. آآ يعني لو حاجات رقيقة زي كده العجلة دي، زي الحاجات دي، باحب أوي أحطها. غير كده ما باعرفش أحط حاجات ضخمة وحاجات فيها ورد. طبعًا وابني كمان يعني عندي مصطفى شقي جدًا ومبوّظ لي كل حاجة، ولسه يعني وإحنا بننقل من جوّه لبرّه مكسّر لي بقية الحاجات الفازات اللي كنت هاحطها، فازتين. فكان كاس كده إزاز وفيه ورد كده بسيط. ممكن في الفيديوهات القديمة اللي بيتفرّج عليها ومتابعني من زمان يكون شافها. وبرضه كان في طبق كده باحط فيه ورد مجفف هنا على الترابيزة دي، اللي في النُص الأنتريه دي، برضه ما شاء الله برضه مسكوا في الضلمة والنور قاطع، قام برضه دمّره. فاللي باقدر أشيله أشيله. وطبعًا إيه، ربنا يهديهم يا رب ولادنا كلّهم يا رب، وولاد المسلمين جميعًا، يهدي أولادنا كلّهم. وما تنسوش بقى دعوة حلوة كده منّكم بالهداية كده وصلاح الحال، ويهدي يا رب ويصلح حال كده يا رب إخواتنا في فلسطين، ويقويهم على اللي هم فيه يا رب. في كل صلاة وكل وقت بندعي لهم يا رب، ربنا معاهم يا رب. وإن شاء الله ربنا ينصرهم بإذنك أنت يا رب إن شاء الله. كده وحطيت بقى الفازة اللي دي كان فيها ورد طويل كده، حطيتها هناك كده في الcorner البعيد ده، قُلت برضه تدّي شكل كده جنب الحيطة. وده كده كان الشكل النهائي. طبعًا زي ما قُلت لكم ما فرشتش أي حاجة، حتى المفرش بتاع السفرة حطيته ومش لاقية له حاجة أحطها فوق. يعني بُصّوا إن شاء الله هنعمل بقى جولة مع بعض كده، وننزل نشتري كل حاجة عايزينها. وشجعوني بقى كده، وعايزة لايكاتكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم اللي بتشجعني دايمًا، عشان أقدر كمان أصور لكم تاني لو أنتم حابين. وقولوا لي رأيكم، ما تنسوش قولوا لي رأيكم بقى أعمل إيه في الكرسي اللي جنب السفرة ده، والّا أنقله هو كده الشكل كويس؟ أنتم برضه عايزة رأيكم في التعليقات. وده كده كان الشكل النهائي خلاص للreception بعد ما نقلت وشِلنا وحطينا واتهدينا. فبجد الله يقوينا. قُلت بقى أهدّي الإضاءة كده، أشوف الشكل والإضاءة بقى مقفولة كده، لإن كمان عندي إضاءة في البوفيه باحبها أوي، وفي رمضان بتعمل معايا جو حلو أوي. كل سنة وأنتم طيبين بقى عشان رمضان قرّب، وإن شاء الله كده نجهّز مع بعض فيديوهات لتجهيزات رمضان. بس أنا شايفة في ناس كتير عملت تجهيزات رمضان، بس أنا شايفة إن لسه بدري، يعني لسه بدري أوي. يعني طَب يا جماعة نبتدي من شهر 1 طيب نبتدي. كده أصلًا خضار الشتا كمان حلو أوي، وهنبتدي برضه تفريزات فيه. يعني أنا بصراحة بدأت أجيب كده وأعمل حاجة في حاجة واشيلها، لإني ما كانش عندي برضه خضار خالص. فالله يعيننا كده يا رب، والفترة دي زحمة علينا كلنا، مع كمان الدراسة مع الدروس مع أولادنا. فأشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، مع السلامة.